مرحب بكم أصدقائي في فيديو جديد هنتعلم فيه ازاي نعمل حردة السابرينا. حردة السابرينا حبايبي سهلة جدا جدا، من أسهل الحردات التريكو اللي احنا بنشتغلها. السابرينا حبايبي بتتعمل على مرحلتين اتنين بس. أنا هشرحها لكم الأول كده على الورقة كده اهوت، وبعد كده هننفذها عملي. أنا هفترض مثلا إن أنا معايا 80 غرزة على الإبرة، هطلع منهم حردات الإبتين. لو أنا هعمل مقاس عادي اللي هو هحرد فيه 5-3-2-1، يبقى كل حردة من حردات الإبت ديت 15 غرزة، يبقوا الاتنين 30 غرزة. هنقص من 80 غرزة اللي هم حردات الإبت يمين وشمال 30 غرزة، هتبقى لي 50 غرزة على الإبرة. في حردة السابرينا حبايبي احنا مش بنحرد الكتف على 3 مرات، لكن هنكتفي بحردة واحدة بس عبارة عن 10 غرز. خلاص هتاخد حردة واحدة بس. خلاص يبقى هنا الكتفين هيعملوا كام؟ هيعملوا 20 غرزة. هطلع من 50 غرزة 10 غرز يمين للكتف اليمين و10 غرز للكتف الشمال، يبقوا 20 غرزة. هيتبقى لي 30 غرزة على الإبر. هاجي هنا اهوت حبايبي بقى بعد حردة الإبت. لو أنا هحرد حبايبي بعد حردة الإبت 20 سنتي لحد حردة الكتف، أنا هكتفي بقى في حردة السابرينا إن أنا بعد حردة الإبت هعمل 15 سنتي بس. بعد حردة الإبت كده مثلا هنا هقيس 15 سنتي وابتدي أحرد حردة السابرينا. هجيب مثلا هنا اهوت أنا اتبقى لي على الإبرة 30 غرزة، هعمل 20 غرزة حردة السابرينا، وهعمل 5 غرز يمين و5 غرز شمال، وبعد كده هطلع بعديها على طول واعمل 10 غرز بتوع الكتف، لأن هي السابرينا بتبقى واسعة بالشكل ده. مش محتاجة ان انا اعمل حردة كتف كاملة، لكن بنقفل بس جزء صغير، كتف هنا وكتف هنا اهوت، والسابرينا كلها بتبقى واسعة بالشكل ده. فانا هشتغل معاكم عملي دلوقتي وهنشوف هنشتغلها ازاي. اهو كده حبايبي هتبقى انا عملت شوية بليسيه كام سطر اهم، وكام سطر غرز عادية معدولة ومقلوبة، وكأني أنا حردت حردة الإبت. خلاص يبقى بعد حردة الإبت بحوالي 15 سنتي هبتدي بقى أعمل حردة السابرينا. هشتغل 10 غرز اللي هما اللي أنا هقفلهم في الكتف: 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلاص هبتدي اعمل بقى هقفل 20 غرزة اللي هما بتوع السابرينا، بس في قبل 20 غرزة في 5 غرز كمان هشتغلهم. ادي 1 2 3 4 5، دول هيتقفلوا في المرحلة التانية. خلاص انا معايا 20 غرزة، ادي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ال20 غرزة دول انا هقفلهم مرة واحدة. خلاص انا قسمت الشغل كده الشغل نصين بالظبط. هنا في 10 غرز وهنا في 10 غرز اهو، وهنا ال5 غرز 2 4 5 دول اللي هيتقفلوا في المرحلة التانية، ودول 10 بتوع الكتف. فانا هقفل دلوقتي 20 غرزة مرة واحدة. هشتغل كده اول واحدة وادي التانية، وبعدين اخد الاولانية كده واطلعها على الابرة، وهكذا 20 غرزة كده. 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 كده 13 14 15 16 17 18 19 كده انا قفلت ال20 غرزة ورا بعض بالشكل ده. هتبقى لي بقى 15 غرزة، 2 4 6 8 10 12 14 ادي كده 15. دول انا هشتغلهم عدل كلهم كده. 5 غرز بتوع الحردة وال10 غرز بتوع الكتف كده. كده بالشكل ده. هقلب الشغل بتاعي كده. هشتغل بقى ال15 غرزة دول 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 كده 15 غرزة. كده 15 غرزة. خلاص كده ال15 غرزة ودول ال20 غرزة اللي انا قفلتهم. هاجي هنا بقى هربط فتلة تانية. هشتغل بعد كده حبايبي بقى بالفتلتين. هنا كده فتلة في الجنب اليمين، الجنب الشمال هنا برضو هعمل فتلة تانية كده اهو، واقفل ال5 غرز بتوع المرحلة التانية. هركب الفتلة التانية كده اهو، كده اهو. اشتغل بقى الغرزة التانية اهو، واجيب الغرزة الاولانية بقى كده اهو زي ما احنا متعودين اهو. كده قفلنا غرزة، ادي كده 2 3 4 كده 5. وهكمل بقى ال10 غرز بتوع الكتف. كده انا عدلت الشغل اهو. ادي ال5 غرز بقوا باينين خالص اهو، دول 20 غرزة ودول 5 غرز. اشتغل ال10 غرز بتوع الكتف بقى اهو. عدلت الشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همسك بقى الفتلة التانية
اهي، وهقفل الخمس غرز اللي هما بتوع الناحية دي اهو كده. 1 2 3 4 كده 5. هكمل بقية ال10 غرز بتوع الكتف التاني اهو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلاص اصبحت السابرين اهي بالشكل ده، 20 غرزة، وبعدين المرحلة التانية 5، ومن الناحية التانية برضو ايه 5 غرز. انا مش عايزة السابرينة بقى تبقى مكتوم على الرقبة، تخنق الرقبة، فهنخليها واسعة شوية. هنشتغل 10 سطور في الايه في الكتاب بس، في ال10 غرز دول هشتغل 10 سطور. اقلب الشغل بتاعي كده، وكل ناحية هشتغلها زي ما هي قدامي هما ال10 غرز بس. ارتفع بيهم لفوق علشان يعملوا مساحة بين حردة السابرينة وبين الرقبة، ما تبقاش مخنوقة. امسك الفتلة التانية كده اهو كده. اول سطر هشتغل تاني سطر، وهشتغل كده هوت 10 سطور. ماشي، هشتغل 10 سطور وارجع لكم مرة تانية. اهو كده حبيبي، انا عملت 10 سطور. شكلها بالشكل ده اهو. هقفل اقلب بقى، هقلب الشغل بقى وابتدي اقفل الغرز كده اهو. ال10 غرز وال10 غرز بتوع الكتف التاني كده اهو. كده حبايبي اهو. ابتدي اقفل بقى 10 غرز التانيين بنفس الايه، بنفس الطريقة دي اهو كده. كده حبايبي حردة السابرينة خلصت خلاص، انتهت. فاضل بقى ان احنا نعمل البليسيه اللي هو بتاع السابرينة فوق. فالبليسيه بيتعمل زي البليسيه بتاع البداية بتاع البلوفر اللي احنا هنعمله، سواء غرزة معدولة وغرزة مقلوبة، او غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين. فانا هعمل غرزتين مقلوبين وغرزتين معدولين. هبتدي كده بالبليسيه من اول غرزة هنا كده، هلقط بطريقة اللقطة اهو كده كده. ابتدي القط بقى ايه، غرزة غرزة كده اهو كده.
كده اهو، هنا غرزة كده كده، وابتدي انزل بقى بدوران. انا نازلة على الارتفاع ده كده، انزل كده بدوران اهو، لغاية لما اخلص لقط الحردة كلها اهو كده كده اهو. هنا وصلت للزاوية هنا برضو اهي كده اهو. خلص بقى اللقط كله بتاع السابرينا لغاية اخر غرزة في العشر غرز دول هنا. كده حبايبي اتلقطت اهي الحردة كلها بالشكل ده. بقى اجيب الابرة التانية، انا بشتغل بابر البليسيه، الابر الرفيعة اللي انا بعمل بيها البليسيه بتاع بداية الشغل. تيجي كده بقى هعمل غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين. غرزتين مقلوبين، غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين، وهكذا لغاية اخر الشغل، واكرر كده بقى لحد الارتفاع اللي انا عايزاه اهو. ايه بقى شكلها بالشكل ده بعد ما عملت البليسيه اهو. هبتدي بقى اقفل السطر الاخير اقفل السطر كله بالطريقة دي. يا حبايبي كده اهو، ادي السابرينا بقت بالشكل ده بعد ما عملت لها البليسيه بتاعها زي البليسيه اللي احنا ابتدينا بيه او بنبتدي بيه الشغل بالظبط. سواء عملت غرزة عدلة او غرزة مقلوبة هعمل هنا نفس الحكاية. فعملت انا غرزتين معدولين وغرزتين مقلوبين، وادي العشر غرز بتوع الكتف اهو، والعشر غرز بتوع الكتف التاني اهو. هعمل بقى شغل السابرينا بيبقى الامام زي الخلف بالظبط. يعني انا هعمل الخلف برضو نفس الطريقة بتاعت الامام. حردة السابرينا الوحيدة اللي بيتعمل الامام زي الخلف خلاص. وباجي العشر غرز بتوع الكتف بخيطهم في العشر غرز اللي قصادهم بتوع ايه، بتوع الخلف بتوع الظهر اهو. وبتبقى السابرينا بالشكل ده. عطشة هنا تقويرة علشان ما تبقاش مخنوقة على الرقبة، تدي وسع بالشكل ده اهو. بقت السابرينا اهو واضحة، شغلها سهلة وبسيطة ومن اسهل الحردات في التريكو. ما تنسوش اللي عجبه حردة السابرينا يعمل لايك، ولو حد حب يشترك معانا يدوس على كلمة اشتراك اللي هي باللون الأحمر سبسكرايب، ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد احنا بنعمله في التريكو والكروشيه.
وانا عايزة اسمع كده ان انتوا فعلا نفذتوا الشغل وفعلا طلع معاكم بنفس الشكل ده واجمل كمان. شكرا ليكم حبايبي ولمتابعتكم وربنا معاكم.